السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بقى احنا عارفين ان الحاجات غالية، فحبينا نعمل تورتيه صغيرة كده لعيد ميلاد حفيدتي في الحر اللي احنا فيه ده، وربنا ستر على الكريمة يعني. تعالوا نقول لكم مقاديرها من غير دقيق سبونج. الارتفاع ده كله من غير دقيق سبونج. دول 4 بيضات وعليهم فانيليا. خلاص هنحطهم في العجان او مضرب بيه. دول 35 جرام نشا، يعني معلقتين اكل، وربع كيلو دقيق، وكوبايه سكر عاديه بس. وهنحط محسن كيك، لازم مش هتنجح غير بمحسن الكيك، وده موجود عند اي واحد بتاع مستلزمات حلواني. وهنحط حبه بيكنج باودر، وطبعا ذره الملح اللي في كل المعجنات. في عجان او مضرب بيض مش هتنجح غير بكده. هنضرب كل ده مع بعضه، وهنحط 100 ملي ميه ساقعه متلجه. ممكن تحطي او نص كوبايه ميه، اللي هي كوبايه المج الشاي العادي ده نصها، 100 ملي بالظبط. وهنفضل بقى نضربها كده لغايه ما تبقى تحس انها بقت عامله زي الكريمه. وده كده من غير سبونج، ده السبونج البيتي. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. مش هتنجح غير يا عجان يا اما مضرب بيض. مضرب بيض ياخد معاكي وقت شويه، انما العجان ايه يعني، خدت بالعجان حوالي 10 دقايق ضرب. تورته هشه وفي منتهى الجمال. كده هنضربها اهي جامد جدا، نحط لها الميه ويا دوبك تبقى عامله زي الكريمه، وهنقفلها. بصوا 100 مللي اهو، بوريكم 100 مللي او نص كوبايه من اللي هي كوبايه الشاي العاديه يعني. وهنروح ضاربين بقى جامد. بقول تاني مش هينفع من غير مضرب بيض او عجان. اهو بصوا، وبالكف كده او اللي هو الشبكه. هنجيب بقى ايه، انا عايزه اعملها صغيره، انا ما عنديش مصنيه مقاس 18. فعندي انا اللي هو الاطار اللي انا بسوق فيه ده، فعملته بالورق الالومنيوم وحطيت له ورق زبده. عشان ايه؟ اهو عشان اعمله يعني. هننزل كده نسمي الله. دي طبعا ممكن تحط في صينيه مقاس 20 عادي الكميه دي، وممكن تعملي نفس المقادير ونفس الكميه دي وتعملي بيها سويس رول. حطيها في صاج 30 في 40. اوعي بقى تخبطي زي الكيكه، لو خبطتيها زي الكيكه تخرج منها الهواء تهبط. لا احنا مش هنخبط، احنا نجيب الخل اهو زي ما انتم شايفين كده كويس. وهنبتدي كمان عشان تدينا مسامنات ضيقه، وهنبتدي نحركها فيها. بصوا، ونسيبها تستريح قبل ما تخش الفرن. الفرن هتولعي درجه حراره، تسخنيه الاول وبعدين تخلي الفرن على درجه حراره 160 في الرف في الوسط. تقعد نص ساعه و5 دقايق بالظبط. بصوا الحركه دي تخليها بقى المسام بتاعتها مقفوله في منتهى الجمال. بصوا بقى اهي، انا كده خرجتها. بصوا هي عملت كده من على الوش. بصوا الارتفاع قد ايه ما شاء الله. هي عملت كده من على الوش ليه؟ لان ما شاء الله ارتفعت قوي فخبطت في الشوايه يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا طريه وهشه في منتهى الجمال. بصوا هنقطعها كده اهو. ما عندكيش بقى المنشار ده، فعندك بسكينه اهي. بصوا مسام مقفله وما شاء الله في منتهى الجمال. هنعمل 4 رقات.
انت ممكن تعمليهم على فكره تورتتين، يعني انا ممكن كده اعملهم تورتتين فما تبقاش تورتيه عاليه قوي، بس انا عملتها تورتيه واحده يعني. بس بقى مش عايزه اقول لكم كان حر بطريقه، والله دخلت زوقتها في قدام التكييف في الاوضه جوه، لان المطبخ مش عايزه اقول لكم قدرك الله نار. هنشيل بس حروفها كده وخلاص اهي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. انت ممكن تستخدمي رقين تورتايه، بس انا هعملهم 4 رقات. عملنا بقى الكريمه، كوبايه ميه على بطنين تلجة وكوبايه كريم شانتيه وحبه لبن بودر اهو. بصوا بسم الله كده. طبعا معانا بقى ايه خليط التسقيه دون، فانا عامله سكر خفيف، شربات خفيف خالص يعني. هننزل كده. بصوا الكريمه والله مش عايزه اقول لكم من الحر. انا بقى هحشيها مانجا، انا عندي مانجا مفرزاه، انتوا عارفين مفرزاه معاكم، فانا هحشيها مانجا. بصوا الكريمه مش متحمله اهو. هنزل بقى كده احشي بقى مانجا. الحشوه دي بقى بتاعتك، عايز تحشي مكسرات براحتك، اي حشوه. في خوخ دلوقتي عايز تحشي خوخ، شوكولاته ممكن، اللي هي شوكولاته شيبس، اي حشوه. وكده ايه لغايه بقى ما نخلص الادوار كلها. طالعه هشه، كل اللي كلها ما شاء الله عجبته جدا، كان طعمها حلو قوي. اهو لازم نسقي كده خليط التسقيه ده، ننزل عليها بالكريم شانتيه. بصوا الكريمه سايحه خالص، ده انا دخلتها الفريزر عشان اديها الطبقه الاخرانيه عشان اعرف اشتغل فيها، لدرجه ان انا حسيت ان الكيكه بتتزحلق من كتر الحر. يعني حسيت ان طبقات الكيكه والله بتتزحلق. انا بقى ايه هعمل طبقه بيضه كده على الوش الاول وادخلها الفريزر واخرج بقى اشتغل فيها. بصوا الكيكه الكريمه سايحه ازاي، حر رهيب. ربنا يسترها اما نخش في 7 و8 نعمل ايه. بصوا كيكه بتتزحلق بسبب الكريمه، فكان لازم اخش اعملها في التكييف. خلاص كده في المرحله دي احنا ندخلها الفريزر. فانا جيت بقى تاني هنا برضو في المطبخ، قلت على اساس ان هي متلجه جامده خلاص اشتغل بقى عليها وانا واقفه، لقيت برضو مفيش فايده. بصوا الكريمه تخينه ازاي، مجرد ما وقفت ما كملتش دقيقه وابتدت تسيح. فانا حطيت على الكريمه لون جل بينك عادي، عشان اعملها لها، هي عايزاه بينك عشان كان لون الفستان بتاعها يعني. ما هو بقى اخر ما زهقت دخلت بيها الاوضه عشان اعرف اجلسها.
بصوا الفراشات دي كيس كده بيتباع عند المستلزمات الحلواني فيه حوالي 10 فراشات. قصدي ب10 جنيه، معلش انا اسفه، ب10 جنيه. مش رخيص، مش غالي يعني. بس انا هنا ما بصوا السكرابر المشرشر ده رحت عاملاها كلها كده، لان لقيت ان التجليس خلاص حر رهيب. فهجلسها كلها واحط لها هحط لها الخرزات الزرقاء دي وخلاص على كده، وهروح مركبه الفراشات. بس المقطع بتاع الفراشات بصراحه ما جاش يعني. بصوا بقى، عملت حبيت عملت وردات صغيره كده من تحت، ورحت مركبه عليها. بصوا الفراشات، بصوا. ايه رايكم بقى فيها؟ بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله.